السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مستر تك. خاصية الباندويث كنترول. طبعا في الفترة الأخيرة عرفنا المشكلة اللي حصلت لخاصية الباندويث كنترول من على راوترات هواوي، وإن هي طبعا اختفت تماما من على الراوتر، وكنا نزلنا أكتر من حل، وكان أفضل حل وهو سوفت وي أو سوفت تي إي داتا. حضرتك مش هتحدد سرعة الراوتر وبس، لا ده حضرتك هتحدد سرعة لكل جهاز. أيوه، هتحدد سرعة معينة لكل جهاز. الراوتر النهارده اللي معانا هو HG 630 بإمكانيات جبارة لتحديد السرعة، هنتعلمها سوا النهارده. بس طبعا قبل أي حاجة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. هنفتح صفحة الراوتر مع بعض. طبعا بالطريقة اللي كلنا عارفينها، بنفتح المتصفح وبنكتب فوق في العنوان 192.168.1.1. السوفت اللي معانا هو سوفت تي اي داتا HG 630 فيرجن 2. في اليوزر نيم بنكتب ادمن ADMIN كلها سمول، والباسورد نفس الكلمة اللي هي ادمن، وبعد كده بنضغط على لوج ان. لو دخلنا هنا في الواي فاي هوم نتورك WLAN ستينجز، هنا طبعا WLAN انسكربشن دي اللي فيها اسم الشبكة اللي هو تي اي داتا اهو، والباسورد بتاعها. تمام. لو نزلنا بقى تحت هنا كده هنلاقي ان في حاجه اسمها other SSID ديت. لو دخلنا فيها كده هنلاقي في شبكه تانية اللي هي SSID 2. لو ضغطت على edit من هنا enable SSID هتفعل الشبكه، يبقى انت كده عندك شبكتين واي فاي. هنا اسم الشبكه وهنا الباسورد بتاع الشبكه. بالنسبه للسكيورتي مود هنخليها WBA شرطه BSK على WBA2 شرطه BSK، وهنا طبعا بنكتب الباسورد بتاعنا. تمام. يبقى احنا هنغير السكيورتي مود وهنكتب الاسم بتاع الشبكه والباسورد بتاعها وبنضغط على سيف. طبعا ما تنساش انك تفعل الشبكه نفسها. كده انا فعلت الشبكه الثانيه وعملت لها اسم وباسورد. نستنى بس لحظات لحد ما يخلص. هنخش بقى على اعدادات الباندويث كنترول من انترنت وباندويث كنترول. طبعا هنا الباندويث كنترول مفعله عليها علامة صح. هنا مش هتكتب أي حاجة، خليها زيرو زي ما هي. في أكتر من طريقة لتحديد سرعة الأجهزة. يعني إحنا دلوقتي عايزين نحدد سرعة لكل جهاز. لو بصيت هنا كده هتلاقي مكتوب لان 1 ولان 2 و3 و4. تعال نشوف كده لان 1. لو ضغطت في الإيديت هنا هقدر أضيف للان 1 سرعة معينة. يعني أنا لو كتبت هنا مثلا 128 يبقى الجهاز ده يشتغل على 128. طبعا إحنا قلنا إن السرعات اللي إحنا بنكتبها هنا ما هياش أكيدة، فحضرتك بتكتب وتجرب لحد ما تشوف السرعة المناسبة ليك. تمام. طيب إحنا الكلام ده نعمله إزاي؟ يعني في بعض الأجهزة أنا مش هدخل هلاقي لان 1 دي مكتوبة. نعملها إزاي؟ جت منين؟ تعال أقول لحضرتك دي جت منين. لو عملنا نيو أهو هنلاقيها هنا فاضية، مفيش مكتوب فيها ولا لان 1 ولا 2 ولا 3. هتكتب اللي أنت عايزه. طيب هنا لو ضغطت هنا هتلاقي في كلمة لان. بمجرد انك بتضغط عليها بيظهر لك تحت مثلا لان 1 لان 2 لان 3 لان 4 وهكذا. يبقى انا كده اقدر احدد سرعة للان 1 وسرعة للان 2 و3 و4. ومش بس كده، انا هقدر احدد سرعة للاس اس اي دي 2. يبقى انا كده هحدد سرعة الناس اللي هتشتغل عن طريق السلك، يعني اللي واخد مني كابل مركب عنده جهاز واي فاي هقدر احدد له السرعه اللي هتخرج من الكابل نفسه. يعني السرعه اللي هتخرج من اللان واحد نفسها وتمشي في السلك.
الحاجة التانية اللي واخد مني واي فاي، يعني لو واحد واخد الباسورد بتاعي هديله باسورد ال SSID 2. هخلي ليا انا ال SSID 1 اللي هي تي داتا مثلا، وهخلي له هو ال SSID 2 واحدد له السرعة اللي انا عايزها. يعني انا هنا اخترت SSID 2، احدد برضو السرعة اللي انا عايزها اهي 512، اي سرعة انا عايزها مفيش مشكلة، وهضغط على سيف. هنا طبعا لازم نكتب الاسم مثلا 512 تمام، ايا كان الاسم مفيش مشكلة منه، تضغط على سيف. طيب تحديد بقى السرعة لمجموعة أجهزة. أنا كده حددت السرعة للان 1 أو 2 أو 3 للسيف، وحددت سرعة للواي فاي. طب أنا عايز أحدد السرعة لجهاز معين أو جهازين معينين مثلا في الشبكة. فينا خاصية جميلة جدا، لو ضغطت هنا في نيو، لو جيت هنا كده في الترافيك مانجمنت هتلاقي هنا حاجة اسمها اي بي كيوز. في اي بي كيوز انت هنا ممكن تحدد الاي بيهات اللي هيشتغل عليها السرعة دي. يعني مثلا لو كتبت هنا سرعة 128 وجيت هنا كتبت 192.168.1.5 مثلا 192.168.1.7، يبقى كده الاي بيهات من 5 ل 7 هتشتغل على السرعة 128. يعني 5 و6 و7 اي بيهات 5 و6 و7، الثلاث أجهزة دول بس هم اللي هيبقوا سرعتهم قليلة. فأنا كده هقدر أحدد لله واي فاي واي بي معين أو مجموعة اي بيهات معينة. طب أنا عايز أحدد لخمسة بس، أهو نكتب هنا 5 وهنا 5. طب نضغط على سيف كده تمام، خلينا مثلا 5 أهو، نضغط على سيف مفيش مشكلة. أنت كده ممكن تحدد لجهاز واحد أو جهازين أو ثلاثة أو لمجموعة أجهزة زي ما أنت عايز أيا كان عدد الأجهزة. طيب بقى في حاجة تانية جميلة جدا جدا جدا، وهي إنك تقدر تحدد لجهاز بعينه. أنا هنا حددت الأي بي معين، طب ما هو ممكن يغير الأي بي تمام، ممكن هو يعرف حاجة زي دي ويقوم مغير الأي بي بتاعه يشتغل على أي بي تاني يكون مفتوح. طب أنا هعمل إيه؟ هاجي هنا هضغط على ماك ادرس، هي ماك يوز دي. في الماك بيقول لي اد ديفايس، او انا بقى هقعد اكتب الماك ده بيبقى 14 حرف ورقم وما بين كل اتنين شرطه، هقعد اكتب في كل ده. وكمان انا همسك موبايل واقول له ورينا انا هشوف الماك بتاعك. لا طبعا حضرتك تضغط اهو على اد ديفايس، هيظهر لك هنا الاجهزه المتصله بالشبكه تمام. هتقوم حضرتك واخد الجهاز اللي انت عايزه كده بضغطه واحده، هو هيدخل عندك على طول مع الايه، مع الاجهزه. ممكن تضغط هنا على نيو تمام، عايز تكتب انت بايدك مفيش مشكله، تكتب زي ما انت عايز. انت كده عندك طريقتين، اما انك تاخد من الشبكه بتاعتك او انك تكتب الماك بايدك. الطريقه اللي تناسبك اعملها. بعد ما تخلص طبعا بتضغط على سيف. فاحنا كده عندنا طرق كتير جدا مختلفه، عندنا اللان، عندنا الواي فاي، عندنا طبعا 4 مخارج لان، عندنا 2 واي فاي، عندنا اي بي معين، عندنا ماك ادريس معين، عندنا مجموعه اي بيات. اظن مفيش بعد كده، انت كده معاك سيرفر في بيتك هيحدد لك السرعات اللي انت عايزها للاجهزه اللي انت عايزها، مفيش اجمل من كده. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقه ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناه مستر تك. واي سؤال او استفسار سيبهولي في تعليقات اسفل الفيديو، وبحاول ارد عليكم في اقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.